هشاشين بالزايف ما تشبعوش المذوب. السلام عليكم، معكم فاتي بيت المخبوزات. اليوم ان شاء الله نعدلوا الرغيفات شكل مزيون. سبق لي عدلت لكم بحالو شي حاجه واعره بزاف كيجيو مقرمشين. عندي هنايا في واحد البول غنعملوا 2 لايف ديال الطحين. هاد لايف هادو هما عندي حجم كبير كيبقى الحجم ليكم، اما بالنسبه للفينو غادي نعمل الحجم الصغير واحد زلافه. عندي هنا الخميره ديال الحلويات، الملح، معلقه ونص السكر، 2 معالق ديال الخل والملح. هادو هما المقادير اللي كنعمل بحال اللي كنعمل في العجينه ديال الرغيفات ديالي كاملين، وغادي نجمع بالماء. الماء عادي، اذا كان البرد غادي تعملوه دافي شويه، واذا كان الصهد لا ما غاديش تعملوا الماء، غتعملوه عادي نقريفو. صافي غنبقى نجمعوا العجينه ديالنا. انا غنوريكم القوام ديالها كيفاش كيكون، ما كتكونش لا قاصحه لا خفيفه. نحطها شويه ونبدا ندلك فيها بحال اللي كنعمل دائما. بغيتو تعملوهم في العجانه عملوها في العجانه، عندكم الاختيار نتوما كيف بغيتو تعجنوها. صافي كتولي هنايا فنيونه حنيونه مزيونه كتجبد عايده معنا. وصافي ما غاديش نزيدوها بزاف، راه دغيا دغيا كتدلك هي بهذه الطريقه هذه اللي كنقول لكم دائما. غنشبر واحد الصوينيه، نقسم القطع ديالي على حسب القطع ديالكم، حبيتهم يكونوا كبارين ولا صغارين. انا عملت واحد الكميه كبيره، ولو ان الحشوه قدتني فيهم كاملين بيهم شي حاجه واعره كتجي كميه تبارك الله كبيره. عملت قطع انا كبيبرين شويه، ما عملتهمش يستويو بزاف حيت هادو من الاحسن تعملوهم كبيبرين شويه باش كيجيو مزيونين حتى في النظره ديالهم. وملي كتحطهم هيدا فوق الطابله غنكورهم بحال اللي كنكور رغيفات عاديين ولكن بلا زيت، غير الصينيه اللي فيها شويه ديال الزيت، ونحطهم قدامي فوق ديك الصينيه هذيك. صافي بعد ما دهنت الصينيه غنصفف فيهم القطع ديالي باش غادي نخليهم تينطاعوا شويه. نعمل لهم بعد واحد الفيلم اليمونتير ونخلي بعدا ندهنهم هو الاولاني، من بعد نغطيهم باش ما كيتشارقنوليش من الفوق. صافي غنغطيهم فيلم اليمونتير ونخليهم يرتاحوا ونمشي نعدل الحشوه. الحشوه سهله، شي حاجه اللي هي بسيطه. عندي هنا واحد سدر ديال الدجاج متوسط قطعته قطع سيتوا. عندي واحد 2 البصلات كبارين. غير هاد الحشوه هادي راه كتجي واحد الكميه كبيره تبارك الله. عندي واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس، ولكن قزبر بزايد. عندي هنايا واحد 4 ديال الفصوص ديال الثومه وسكينجبير بزايد، وعندي الخرقوم بلدي. وعندي واحد شويه ديال معلقه هيدا كبيبه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال السمن. مقادير بسيطه ولكنها مزيونه بزاف. الملح وشويه ديال الخل باش كيطري لنا ديك سدر الدجاج دغيا كيطيب. نخلط جميع المقادير مع بعضيتهم بدون استثناء، يعني كامل ديك المقادير العطريه كل شيء مع بعضيته الا الزيت وهذا الزيت والسمن كنخليهم من بعد. من الاحسن سكينجبير تعملوه زايد حيت كيعطي واحد المذاق مزيون مع الدجاج، وخصوصا مع هاد الخلطه هذه مع هاد الحشوه هذه. ها هي حبيتو تعملوا القرفه معها، بالحق انا القرفه نعملها بطريقه اخرى، اللي ما كيبغيهاش ما يعملهاش. صافي انا نخلي هاد السمن هنايا ونعمل له الخل. ضروري تعملوا الخل باش دغيا دغيا ديك القطع كيوليو طريين فتيين ما كيكونش قاصحين. صافي غنخلطهم ونعمل الملح ونخلط كل شيء. نعمل الزيت والسمن بحال هيدا. صافي نخلط كل شيء ونحطوه فوق البوطه باش كيطيبوا مع بعضيتهم كاملين. اذا عندكم الوقت عملوا هذا الشيء هذا هو قبل، وخليهم واحد 3 سوايع هيداك حتى كيشربوا في بعضيتهم. صافي نحطهم فوق البوطه ونبقى نقلي فيهم شويه، غير شويه صافي ماشي بزاف. هي الحشوه دغيا كطيب ودغيا كتوجد مع ديك الخل اللي عملنا. بعد هنا نحط شويه د الماء، غادي نمرق شويه باش يطيب لي ديك صدر الدجاج ما يبقاش غير شويه وصافي ماشي بزاف. نغلق عليه نحركه ونغلق عليه ونخليه حتى كيطيب. هنا عندي 3 ديال البيضات. بالنسبه لديك الكميه هذيك اللي عندي الحشوه غنعمل لها واحد معلقه كبيره ديال القرفه. حبيتو تزيدوا النكهه ديال زهره البرتقال كتجي مزيونه بزاف معاه. صافي غنخلطهم ونضيفهم ديك الحشوه ديالي اللي غتكون طابت، ونخلط مزيان حتى كيطيب لي ديك البيضات كيطيبوا مزيان. هادي نخليها كتبرد. كتجي الكميه مناسبه وكبيره بزاف تبارك الله. تاكلوها نتوما ان شاء الله في الفطور ديالكم اذا حبيتوا في رمضان ان شاء الله، وكذلك تذوقوا بها العائله ديالكم والجيران ديالكم. صافي هنايا خليتها تبرد. كنشبر الاولانيه وكنطلقها، كتكون طاعت لي دغيا دغيا على ما عملت الحشوه كتكون طاعت مزيان.
صافي. وكندهن الزيت في الطابي كامله، وكنبدا نطلق. في الاول كنطلق غير بالزيت. في جميع الفيديوهات كتبقاو تسقسيوني على الزبده. انا قلت لكم الزبده اللي كنستعملوا دائما كنعاودها في نفس الفيديوهات والفيديوهات اللي مره اخرى ماجين، وكتبقاو تسقسيوني نفس الشيء. انا قلت لكم كنستعمل اما ايديال واما ماماتي. ما بقيتش كنستعمل لا بونا لا لده لا اطلس. هادو هما بداو ولاو بحال الشحمه، بحال شي بلاستيك ما كتقدرش تعرفوا، ولكن الاخرين على الاقل باقي الطعم ديالهم مستساغ، ولو انه من الاحسن تكون زبده اللي هي خاصه بالاكل اللي هي حيوانيه. صافي كندهن الزبده مع الزيت. انا خلطت هنا الزبده مع الزيت. بالنسبه لديك بونا واخرين نتوما كتشوفوا حتى اللون ديالها كيكون بياض، ما كيكونش بحال هيدا صفار. صافي كان في كل فطايه كنعمل زبده مع الزيت مخلطه، وكنغلق بحال الشكل ديال الرغيف اللي عاديين اللي كنعملوهم. نعمل هذه الاولانيه ومن بعد نعمل الثانيه، ونبقى ماشيه هكاك تنكملهم كاملين بهم باش ما نطولش عليكم. انا ما غاديش نزيد نطول عليكم، غنعمل هذه وصافي. كتحاولوا ترققوا العجينه وكاع كتسحبوا. شفتوا كيفاش رقيقه. صافي كنعمل واحد 2 حتى 3 المعالق ولا 2 جويجات بركه المعالق ديال الزبده مع الزيت، وكنطوي بحال الرغيفه. حبيتوا تعملوا النشا عملوا النشا راه كتصف ديك الكميه ديال الدهون اللي كيتكون كيجيو القطع ناشفين. صافي كنبقى هيداك حتى كنساليهم كاملين. الحشوه ديالي بردت تماما وناشفه مره. صافي كنشبر القطعه الاولانيه وكنطلقها. انتم عاد شوفوني كيف غنطلقها على شكل مربع في الاول، من بعد نقلبها على شكل معين بحال هيدا. نعمل القناه ديالها هيدا الفوق، وديك الجنيحات كنجبدهم. صافي ونحط الحشوه. انا كيعجبني نحط الحشوه تكون كميه مناسبه، تكون عامره هيداك ما كتجيش الرغيفه خاويه من الوسط. ومن بعد نشد القنت الفوقاني على القنت التحتاني، هيدا كيجيو بحال شي مثلث. صافي وكنشبر ديك الجنيحات وكنطولهم بحال هيدا، وكنجيبهم للوسط وكنضغط عليهم كيعطيوني على شكل قليب بحال هيدا. حبيتوا تقطعوا لهم الجوانب ديالهم باش كيجيو مورقين، فهما كيجيو مورقين حسن هيداك. ما بغيتوش تقطعوهم ما تقطعوهمش. صافي نعمل لكم الثانيه باش يكون الامور واضحه. صافي هنا كنكون انا سخنت الفران درجه الحراره ديالو كتكون سخونه 250. انا بالنسبه لي الفران ديالي 250 درجه. بعد ديك الساعات على الاقل ملي كنساليهم كيكون هو سخون مزيان باش كتنجح لي الوصفه. ماشي تكونوا علاين عاد تنوضوا تسخنوه وتحطوه تقولوا دغيا صافي حنا نسينا ومن بعد كتبقى تقولوا لي راه عملنا نفس الخطوات وما خرجوش مقرمشين. لا ماشي هيدا. كما كيكون الطحين ماشي حتى تما، ولا كيكون هذاك الطريقه ديال الطياب ديالو ما عملتوهاش هي هذيك. صافي كنجبد لهم الجنيحات هيدا وكنلصقهم من الوسط هنايا. ها هما كيعطيوني شكل ديال القليب. راه سبق لي عملت لكم بحال هادو هما مالحين، عملتهم حلوين بحال هيدا كيجيو مزيونين بزاف. تقدروا تعملوا لهم في الصينيه بحال هيدا وتخليهم مجمدين، ومن بعد تجمعوهم في شي بلاستيكه ولا شي حاجه وتبقاو تهديوهم تطيبوهم اللي تحتاجوهم. هنا كنعمل الصفر ديال البيض مع شويه ديال الخل. صافي ومن بعد كنرش عليهم شويه ديال اللوز ايفيلي وشويه ديال حبوب ديال الخشخاش ولا شي حاجه. المهم اللي حبيتو نتوما كتعملوهم في الفران كيطيبوا من تحت، ومن بعد كنشعلوا عليهم من الفوق كيتحمروا مزيان بحال الطياب اللي كنقول لكم دائما، وكيجيو مقرمشين لذاذين بزاف. شي حاجه واعره. نتمنى ان شاء الله تجربوها في هذا رمضان.